عليكم. احنا هنا عند ترش الحبايب في شارع السد البراني في حي السيدة زينب. من اجمل المخللات الموجودة دايما على السفرة الرمضانية عندنا في مصر. احنا ما نستغناش عن المخلل يعني، فاحنا لازم يبقى حاجة موجودة عندنا. هنتعرف بقى معاكم عن الحاجة لانه عنده حاجات غريبة واسعاره حلوة. احنا بنتعامل معاه من سنين. السلام عليكم. نعم ورحمة الله. اتشرف باسم حضرتك. حسام. طب عايزين نعرف الاسعار الاسعار يعني ما اختلفتش كتير في الاكياس، بس يعني اختلفت في العيب شويه عشان خاطر سعر البلاستيك معاك علم، بس الاسعار عادي يعني متاحه يعني لاي شخص. يعني عندنا الكيس بيبدا من 5 لحد 40 جنيه. طب وريني كده ابو 5. عندي ده ب 5 جنيه. ده كده ب5 جنيه. اه ب 5 جنيه. في بقى فيما اعلى لحد اللي عندك بحدود 40 جنيه، ده اكبر حجم عندي اللي هو ال 40 جنيه عادي. ده كده 40. ده المشكل كبير قوي. يعني ده كده ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. ما شاء الله يا جماعه. ترش الحبايب احنا ما نقدرش نستغنى عنه في رمضان على السفره، صح ولا غلط؟ اكيد هو يعتبر من الاشياء الثابته او الاشياء الثابته الموجوده على سفره العيله في رمضان، زي السلطه اللي هي مكون تاني في موجود. يعني الاشياء يعني اللي طبعا في قواعد او تقاليد عشنا عليها وكده. طب دي اغلى حاجه عندك؟ لا، بالنسبه للاكياس اغلى حاجه ده. ده كاكياس يعني اغلى حاجه. في ده بالنسبه للاكياس، اما العلب بتبدا من 15 حجمه صغير، بعد كده يبدا من 25 حاجه زي كده ب 25، بعد كده حاجه تعلى في المنظر ده كده. عندي دي 50 جنيه. 50 جنيه، دي 75، وعندي الحجم اللي هو السوبر ده عامل 100 جنيه، ده اكبر حجم في العلب. بيشكل من كل حاجه من 7 مكونات: خيار، ليفتر، نبيذ، جزر، زيتون، فلفل. ده 7 مكونات اللي مشكل منها. طب احنا عايزين نشوف اي مخلل غريب كده، يعني انتوا كل فتره والتانيه بتعملوا حاجه مختلفه. الحاجات المختلفه يعني من ضمن يعني الحاجات اللي بيعملها المعلم عندنا الحاجات الجديده زي المانجا. بنخلي المانجا زي كده. مخلل مانجا يا جماعه، مخلل مانجا. دي مانجا عباره دي 25 جنيه ونخلي المانجا عادي. وكنا بنخلي الخوخ بس يعني ما تحلاش الفرصه السنه دي نخلي الخوخ. دي من الحاجات اللي هي الجميله عندنا والزبون بيسال لها بكثره. المانجا؟ المانجا دي من الحاجات يعني اللي يعتبر تقليد جديد او حفيل جديد بنعمله، فالزبون بدا يتعود عليها وبدا يسال عليها يعني. بتبقى طعمها كويس؟ جميل جدا طبعا، اكيد ده مانجا طبعا. ده مخلي المانجا ده بتقول ب 25 جنيه. ده ب 25. ده ترش الحبايب مانجا، دي مانجا 25 جنيه. بعد كده عندنا اصناف ثانيه عاملينها حاجات جديده، زي مثلا اول حاجه دي طبعا خلطه مشويات، ثوم، خلطه سمك، مش خام، فلفل مكسيكي، ويعني حاجات كثيره، بصل حامي وبارد، عندي خيار قشه، وكل حاجه موجوده في المحل. في من الحامي وفي من البارد، اي حاجه تخطر على بالك في من الحامي وفي من البارد. ده حاجه طبيعي في اي حاجه عندنا، سواء كان طرش او ليمون او بصل او خيار، اي حاجه فيها الحامي والبارد بتاعها. وكل يعني وفي برضه اشكال تانية معناها غير كده زي الارنج. عندك الارنج ده. ممكن اشوفه؟ ده الرنج. ده الارنج. في عندك هو يا جماعه مقارب للبرتقان، يعني هو مقارب للبرتقان صح؟ كفاكهه هي مقاربه للبرتقان صح؟ هو حصله طفره. اسمه ايه؟ حصله طفره، هو اصلا قريب من البرتقال وقريب من الليمون، حصله طفره. هو حلو، انا جربته قبل كده جميل. وده في برضه عندك زي ده عباره عن باذنجان مخلل بالحشو، جميل جدا. يعني ده محشي من جوه؟ محشي، ده فاتحينه ومخللينه وعملوا حشو داخلي. ايه بقى عباره عن ايه؟ الحشو عباره عن خلطه جزر وهريسه وبعض التوابل كده. يعني هو حراق يعني؟ في الحامي وفي البارد. بالنسبه لاي شيء، بالنسبه للحامي والبارد، اي حاجه هنا تلاقيها فيها الحامي وفيها البارد بتاعها. ده ليش بحاجات الشطه يعني، اي شيء تلاقي منه حامي وبارد. حاجات جميله والاسعار جميله ما شاء الله، يعني تبارك الله ما شاء الله. الفلفل المكسيكي، وعندك الليمون، وعندك الفلفل البلدي برضه احنا عاملين اكياس بحيث برضه يتيح للزبون برضه اللي معهوش مثلا. انت بتقول من 10 ل 20 الاسعار، وفي ب5 كمان. يعني مثلا عندك البرطمان ده البصل والليمون والزيتون ب 30. في ناس يعني على قد حكايه عاملين من اكياس بقى، الفلفل ب 10، ليمون ب 10، وفي برضه اي حاجه ممكن يتاح للزبون. بعد في الموسم عادي تبدا من 5، بعد الموسم معانا بنبدا من جنيه لحد 40 جنيه. ما شاء الله. عندنا كيس ترشي بيبدا من جنيه بعد الموسم، بحيث ان المعلم يعني مرب ومقدر حاله الناس. يعني انت بتقول بجنيه؟ بجنيه؟ بالكيس بجنيه. بدأ اوريك الكيس اهو. ترش الحبايب يا جماعه بيقول لك بيبتدي من جنيه، بعد الموسم بيبيع من اول جنيه. ده بيتعمل بعد الموسم عادي على طول. ده بجنيه اهوت، من بعد الموسم بيتعبى هنا كده
بجنيه واحد، بجنيه. في باثنين وفي بثلاثه حسب احتياجات الشخص يعني. عشان في واحد ممكن عايز يقدر ياكل ترش ما نقدرش نعمل اي حاجه يعني. كل سنه وحضرتك طيب. برضه سلطات برضه في الثلاجه لو عايز تبص عليها، سلطات في الثلاجه. ماشي، تعال نشوفها برضك. هو برضك منزل سلطات. دي من ضمن الحاجات اللي يعتبر افضل مكونات عندنا، يعني الحاجات اللي برضه الزبون ما يقدرش يستغنى عنها عندنا بالذات. عندك هنا بابا غنوج بخلطه طريقه فخمه جدا. عندك انت بتشتغل فيها يوميا؟ دي بتخلص يوميا من فضل من رب العالمين، يعني من فضل من رب العالمين. دي كل يوم بتخلص من جديد، يعني بسبب ان في يعني استهلاك منها جامد جدا للزبون. يعني مكونات الخامات ثقيله عن اي خامه، يعني في ممكن تلاقي نفس المكون بس الخامه ضعيفه. احنا عندنا الخامات بتاعتها ثقيله شويه. طب الطبق هنا بسعره كام؟ ده عامل 6 جنيه، في الطبق يبدا من 6 جنيه وكبير ب 12. صغير من 6 ل 12 ب 12. ده عندك برضه هريسه الحبايب، فلفل مفروم، عندك هنا التوميه حاميه وبارده، وعندك المايونيز، عندك بيرة عاملين برضه هنا بتنجان بالطحينه حاجه جميله جدا، وعندنا عاملين سلطه بطاطس، وعندك بتنجان برضه بس مش غير اللي جوه ده بتنجان مقلي وحاطين له حشو برضه. عندك هنا الكولسلو، الطحينه بتاعتنا احنا يعتبر من افضل انواع الطحينه يعني انا بالنسبه لي دي من افضل انواع الطحينه في مصر عامه. ما شاء الله اكيد مختلفه. ودي برضه عندك تلاقي سلطه الزيتون حامي وبارد، وعندك سلطه ليمون حامي وبارد وليمون بالمستردة، واخر حاجه ده هو الفلفل الهالبين. دي من الحاجات برضه اللي يعني في استهلاك منها بسبب ان هي برضه يعني بتستخدم بكثره بسبب ان طعمها لذيذ ويعني سعرها متوافر لان الزبون يقدر ياخدها يعني. كل سنه وحضرتك. ان شاء الله سلام يا ربنا.